زهقتوا بقى من اللحمة والفراخ؟ خلصتوا الفسيخ والرنجة وخلصتوا أكل العيد والكفتة والمحمر والمشمر. تعالوا بقى النهاردة نعمل حاجة كده خفيفة وظريفة علشان حتى معدتنا والتقل اللي احنا تقلناه. تعالوا نعمل السمك الفيليه المقرمش الرهيب بتاعي، وكمان هعمل معاكم بولتي سنجاري احلى بكتير بكتير من البوري السنجاري. كمان متأكدة انه هيعجبكم. انتوا عارفين ان انا بحب اغير في البولتي دايما لان الولاد عندي مش بيحبوه خالص، واحب كمان استخدم قشر السمك، قشر البياض في الفيليه بالذات. بيبقى ابيض ولحمته مش زفرة، وكمان فصوص فصوص عامل زي فصوص البانيه بالظبط. السمك بتاعي بتنضفيه بالطريقة العادية التقليدية خالص بتاعتك، وبتشقيه من النص سنجاري. انا للامانه بجيبه متنضف وبشقه بس. هستخدم بقى ليمون كتير. الكيلو الفيليه ده هعصر عليه 3 ليمونات كبار، والسمك البلطي ده هعصر عليه برضو 3 ليمونات كبار. السمك بيحب الليمون، الليمون بيديله رونق وريحة حلوة قوي. التتبيلة بتاعتي وسر التتبيلة بقى وجمال التتبيلة دي كنز في التلاجة. لما قلتلكوا قبل رمضان ان التتبيلة دي كنز، انا فعلا ما كذبتش عليكم. كنز كده في بيتك هتطلعي وتتبلي على طول، مش كل ما تيجي تطبخي هتوسخي الكبة وهتوسخي الحاجات بتاعتك وهتتبلي من اول وجديد. التتبيلة دي بتاعتي انا حاطة، بحط لها توم وفلفل الوان وجزر، وبحط كمان ليمون وكمون وبهارات بقى بتاعتي. ارجعوا الفيديو التتبيلة هيتعجبكم قوي قوي. هقطع بقى شوية خضار. لو عايزين التتبيلة تاني ارجعوا الفيديو التتبيلة موجودة على الصفحة، بستخدمها لكل حاجة. هقطع شوية خضار، لازم البصل يتقطع صغير كده، بلاش يبقى شرايح كبيرة، وبرضو ما ينفعش يبقى مفروم في الكبة. يعني انا مش عايزاه مهري، انا عايزاه متقطع كده حلقات صغنونة كده، مكعبات صغنونة اسفة، علشان يبقى باين وشكله يعني ظريف قوي. عايزة اقولك على حاجة كمان، هستخدم طماطمية واحدة بس، مش هكتر في الطماطم. الخضار بتاعنا لما يتدبل على النار احلى بكتير ما تحطيه صحيح. انا حطيت الخضار في الطاسة وحطيت عليهم معلقة من التتبيلة، وهدبله بس على النار بمعلقتين زيت، وحطيت شوية جزر مبشورين. هعمل بقى كفر كده للسمكة السنجاري، هعمل لها يعني زي بيت كده تقعد فيه علشان نحافظ على السمكة من الجلد بتاعها ما يتشقق، ما يلزقش في الصينية. وكمان كل واحد ياكل سمكته كده ويلف الصفارة ويرميها، وشكلها شيك قوي. شايفين الخضار لما تدبل الخضار وبتحطي عليه معلقة التتبيلة وبتحطي معلقتين زيت وتتبليهم. ندبلهم، مش تتبليهم، ندبلهم على النار. يعني مش يستوى، لا يدبل بس. كل المدن بتاعت السواحل بتدبل الخضار على الجريل. اولا البولتي ما بياخدش سوا خالص، فلازم يتدبل. تعالوا اقول لكم على الفيليه بقى. الفيليه انا باخد نص كوبايه دقيق وبحط لها معلقتين كبار نشا. ولو عندك بهارات السمك وانتي مش محدقه التتبيله بتاعتك، تقدري تحطي معلقه بهارات السمك. انا عملت معاكم وصفه الفيليه دي وعجبتكم جدا لما جربتوها. خلصت الكمية بتاعت الصينية بتاعت السمك كلها اهي، وحطيت عليها الحاجات بتاعتنا الحلوة الظريفة، وحطيت ليمونة على الوش كده وحطيتها في الفرن. تقدري تحطيها بالصينية زي ما هي كده في الفرن، وتشغلي من تحت وفوق لغاية ما ياخد وش. مش بياخد سوا كتير البولتي، مش بياخد سوا كتير خالص. الفيليه هقليه في الزيت هطلعه ذهبي. برضو الفيليه من الحاجات اللي مش بتاخد سوا. البولتي معانا مستوي خالص، ما تنشفوهوش عن كده عشان السمكة لحمها مش كتير، ففي نفس الوقت ما تنشفش معاكي وتتحرق وما تعرفيش تاكليها. دي سلطة خضار بالبنجر رهيبة رهيبة يا جماعة. الفيليه معايا مقرمش قوي قوي قوي، يعني مقرمش ومن جوه فصوص بيضة. انا صورته لكم قبل كده وقطعته لكم وشفتوه في فيديو قبل كده، فصوص بيضة من جوه. وهعمل كمان
الرز الصيادية المحترم المتواضع بتاعي. يعني أنا باحب الseafood أوي، فباحب أغيّر فيه لإن إحنا مش المُعتاد عندنا السمك المشوي والمقلي مش بيرضوا ياكلوه خالص. قرمشة بقى وحاجة كده جميلة تغيّري بيها اليوم. طالعين من العيد بقى وزهقنا من اللحمة والفراخ والفسيخ والرنجة. كل سنة وانتم طيبين. أنا أمل سكرية، ما تنسوش تتابعوني وتفرحوني بتعليقاتكم الجميلة. كل سنة وانتم طيبين وفي رعاية الرحمن. مع السلامة.